السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد من علينا وأسبغ بنعم كثيرة متوافرة، هي أجل من أن يحصيها عد أو يضبطها حد. ومن جملة هذه النعم العظيمة أن يسر لنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه سبل الخير، وهيأ لنا مناهل العلم نغترف منها العلم الكثير النافع في سهولة مأخذ وأخصر زمن، فنردها وقلوبنا مشتاقة ونصدر عنها وهي ملأى من العلم والهدى. هذه السبل وهذه المناهل هي الدورات العلمية. هذا وقد حبانا الله عز وجل في هذه الإقامة وفضلنا حتى حظينا بما لم يحظ به غيرنا، وما ذاك إلا محض فضل الله تعالى وكرمه، فله الحمد أولا وآخرا. وإن هذه النعمة العظيمة تستوجب منا شكرها وأداء حقها، فإن الشكر كما قيل حافظ جالب. وقد جاءت هذه الدورة المباركة دورة العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى لهذا العام، عام 37 و400 وألف للهجرة النبوية، بالإقامة الجامعية القبة القديمة، حفظه الله تعالى من كل سوء، لتعالج موضوعا مهما، ألا وهو إحياء مناقب الصحابة الكرام. فإن هذا الموضوع حري بنا إذاعته وإشاعته حتى يتعلم الجاهل وينزجر الشانئ. وأول من يحل علينا ضيفا في هذه الدورة هو الشيخ الفاضل بشير صاري حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير، وذلك ليحدثنا عن مكانة كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الشيخ على تلبيته لهذه الدعوة، فله منا جزيل الشكر والثناء. كما أتقدم بالشكر إلى الإخوة المنظمين، بارك الله في جهودهم وأوقاتهم. والشكر موصول أيضا إلى مدير هذه الإقامة وإلى إدارته وأعوان الأمن، وإلى كل من أسهم في إنجاح هذه الدورة وهذه المحاضرات ولو بالكلمة الطيبة، فجزى الله الكل خير الجزاء. والكلمة إلى الشيخ، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبادئ ذي بدء نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إقامة هذه التظاهرة التي من خلالها
يظهر منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة الذي يبنى على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. فهؤلاء الإخوة الذين يسعون جاهدين في إقامة مثل هذه التظاهر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم وأن يعينهم على تحمل أعباء هذه الأمانة، ونتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى كل مسؤول ساعد في إقامة، ساعد الإخوة في إقامة مثل هذه التظاهرة، وعلى رأسهم مدير الإقامة الجامعية وأعوانه الإداريين جزاهم الله خيرا. ابتداء أردت أن أتكلم قبل كل شيء، دائما نحب ننبه على بعض الأمور المهمة جدا المنهجية التي ربما نتطلب من ورائها ونسأل من ورائها أجرا. فأنتم الآن فتحتم دورة، وهذه الدورة سيرد عليكم من خلالها الدعاة والعلماء، فالإنسان يستفيد من هؤلاء الدعاة وهؤلاء العلماء. ثم الاستفادة هذه لا تكون بمحض الجلوس، لا بد أن يكون الإنسان متقيدا بمنهج طالب العلم، يكون له ورقة وقلم ويقيد الفوائد التي يعطيها المشايخ الكرام حفظهم الله تعالى. والمتتبع لهؤلاء المشايخ يعرف قدرهم. إنسان إذا عرف من هؤلاء عرف لماذا هذا التنبيه، لأنه كما قال عروة بن الزبير بن العوام رحمه الله تعالى، قال: أزهد الناس في العالم أهله، أزهد الناس في العالم أهله. فتجد دائما العالم يزهد فيه من أول الناس زهدا فيه هم أهله وذويه وأصحابه الذين هو متواجد فيه. إذا ذهبت إلى أقطار الأرض حيث يوجد العلماء ستجد العالم جالسا لوحده، لأن الشيطان يجتهد في تنفير طلبة العلم منه، لأنه العالم مثل القنبلة في وسط المجتمع، لأنه إذا ربى لهم شباب وسيسعى إلى تخريج علماء، ولذلك هو مثل القنبلة في وسط المجتمع. بينما إذا نظرت إلى بعض الدعاة تجد الشباب متكاثرون حولهم ويجرون وراءهم زعما، والشيطان يلبس عليهم أن الفائدة موجودة هنا. فنحن نقول له: لم تصب الهدف، الهدف لم تصبه، لابد من التمييز، لابد منه التمييز ما بين العالم وما بين الخطيب، ما بين المفكر، ما بين المثقف، لا بد من التمييز. إذا لم يكن لك تمييز بين هذه الأصناف فإنك ستزل قدمك، والطريق طويل وعر وفيه الشوك، يحتاج منك إلى صبر. ولذلك نحن نقول بأن هؤلاء الدعاة والعلماء إنسان ينهل من علمهم ويتعلم منهم ويستفيد منهم ويحتك بهم، ولا ييأس
من تصرفاتهم التي هم يعني مغلوبون على أمرهم فيها، فلا ييأس من تصرفاتهم ويبقى صابرا حتى ينال بغيته. لذلك نقول يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى معرفة هذا الأمر واعتقاده والتمسك بغرزه، ويعني حب التطلع فيه، لأن الأمر هذا إذا لم يحبب، إذا لم تكن فيه محبة ومودة من الطالب، إذا لم يحب هذا الشيء لم يستطع أن يصل إلى البغية، ويستسهل الصعاب. الشيء الصعب اجعله سهلا، لا تقول أنه هذا مستحيل ولا يمكن، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابر. فالصعب دائما اجعله سهلا، والشيطان يصعب وانت تقول له سهلا، ما فيها ولا شيء، عادي وسأصل إن شاء الله، وعلاش هو بشر يوصل وأنا ما نوصلش ولا أنا ثاني نوصل، وهكذا استسهل الصعب فستكون من هؤلاء الناس. لذلك نقول دائما الإنسان لا تنجح الدعوة إذا لم يوجد توقير لقواد هذه الدعوة، إذا لم يوجد لهم توقير واحترام لا تنجح الدعوة. لذلك دائما نوصي إخواننا وطلبة العلم أن يتمسكوا بهذا الأدب وبغرز هؤلاء الدعاة. والمحاضرة هي بعنوان يعني مكانة معاوية رضي الله تعالى عنه في الإسلام. ونحن قبل التكلم على بعض فضائل معاوية في الإسلام ويعني مكانته في الإسلام، نأخذ مقدمة نتكلم فيها عن خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، على اختصاص أو خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، ونثنيها بمبحث وهو نذكر فيه بعض فضائل الصحابة، ثم نختمها بمكانة معاوية يعني رضي الله تعالى عنه. فنقول مسائل الاعتقاد، أتقدموا شوية وتزاحموا تراحموا إن شاء الله، كي يجيوكم الشيوخ الكبار تكونوا أكثر، تكونوا أكثر، يعني جاو الشيخ الأزهر والشيخ عبد الغاني حفظهم الله تعالى وغيرهم من المشايخ يزدحموا أكثر. أتفضلوا تقدموا شوية يا إخوان، تقدموا. إذن نقول مسائل الاعتقاد هي أعظم ما يميز المسلم عن غيره، وأعظم ما يميز المستقيم والمتمسك بمنهج المسلمين عن غيرهم، وهو مسائل الاعتقاد. ولذلك السلف وعلماء السنة والجماعة اجتهدوا في أن تكون عقيدتهم مميزة عن بقية العقائد. ولذلك نذكر بعض الخصائص وبعض الميز أو الميزات التي امتازت بها عقيدة أهل السنة والجماعة، خصائص في عقيدتهم تميزهم عن غيرهم، لهم قواعد وتأصيلات وتقعيدات لا تجدها في عقائد أخرى تميزوا بها عن غيرهم. من أعظم هذه الخصائص أو منها هذه الخصائص وهذه التقعيدات وهذه الأصول عقيدتهم أن عقيدة أهل السنة والجماعة مستمدة من الكتاب والسنة والإجماع بفهم السلف الصالح، مستمد أصلها يكون هو الكتاب والسنة والإجماع، ومبنى هذه الثلاثة هو فهم سلفنا الصالح، بخلاف بقية العقائد فإن مبنى اعتقادها واستمداده هو التجربة والرؤى والمنامات والخرافات والأساطير والحكايات الباطلة والأحاديث الموضوعة. إذا لجأوا إلى الأحاديث فإنهم يختارون المكذوب منها والموضوع منها، وبعضهم يتعمد رواية الموضوع وبناء عقيدته عليها ويخالف
الأصل اللي هو الأحاديث الصحيحة والمختلقة، يعني والأحاديث يختارون الأحاديث المختلقة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يلجؤون إلى التأويل للنصوص الشرعية، وهذا منهجهم، هذا منهج بقية العقائد. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة لا تجدها تخرج عن هذا الأصل، أصلها مستمد من الكتاب والسنة والإجماع على فهم السلف الصالح. ولذلك نقول ملئت كتب أهل الباطل يعني بالاعتماد على مثل هذه الخرافات والخزعبلات، بينما عقيدة أهل السنة ملئت بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، ومبناها دائما يكون فهم السلف الصالح. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى، أو حجتهم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول، الألف واللام للعهد، يعني الرسول الموجود بينكم، والخطاب للصحابة، لأنه سبب خصوصية الآية هو نزولها على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقال من يشاقق الرسول، أي الرسول الموجود بينكم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ويتبع غير سبيل المؤمنين اللي هما الصحابة، الألف واللام للعهد، أي الصحابة الموجودين الذين عايشوا الوحي وعرفوا متى أنزل وأين أنزل وسبب نزوله، فعرفوا كل شيء على الوحي. في الأخير أو جوابه قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك عقيدة أهل السنة مبنية على هذا الأصل، فبنوا عقيدتهم على الكتاب والسنة والإجماع، ومبناها هو فهم السلف الصالح. ويقول المولى تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن هذه شرطية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والفاء واقعة في جواب ذلك الشرط، لأنه الشرط وفعل الشرط وجوابه وجزاؤه إما أنهما ماضيين الجواب والفعل، وإما أنهما مضارعين، وإما أن يكون الأول ماضي والثاني مضارع، أو العكس، وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين، إما أنهما ماضيا. وهنا لم يكن جواب الشرط وجزاؤه لا فعلا ماضيا ولا فعلا مضارعا، بل كان أمرا. فإذا كان خرج عن هذه الأربع حالات فإنه يقترن بفاء، هذه الفاء تحدد جواب إن، ومجموعة في 7 مواضع: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ولن وبالتنفيس. فقال: فاتبعوني اسميا طلبيا، هذا جملة فعلية فعلها طلبي، وهذه من أعظم الحجج على أهل الباطل، وأنه ليس الزعم أن تحب الله، ليس هذا هو السمو أو الرفع أو الشأن، ليس أن تحب الله، لأن اليهودي يزعم محبة الله، والنصراني يزعم محبة الله، ويعني أي إنسان إذا خاطبته فيزعم محبة الله، ولكن الشأن والسمو والعلو والرفع أن العكس، أن يحبك الله، أن يحبك الله، ولا يحبك الله إلا إذا طبقت جواب الشرط: فاتبعوني يحببكم الله، يعني اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال المولى سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الهاء عائدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل أو هنا للتخيير، يعني إما أن تصيبهم فتنة وإما أن تصيبهم عذاب أليم. نقول هنا أو هي لمطلق الجمع، يعني بمعنى الواو، أي تصيب. لذلك الإمام أحمد فسرها قال تصيبهم فتنة في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. تصيبهم فتنة في الدنيا الذي يحارب به. ولذلك يعني كثير من شبابنا إذا أحيا سنة في مسجد فيأتي هذاك المنهج الخربان، يجي يقول لك أقدرت لنا فتنة، تريد أن تحيي سنة، إحياء سنة، ويجي يقول لك أقدرت لنا فتنة، فالعوام أنكروا علينا. جوابك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وليس الموافق، ليس الداعي إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الفتنة. وهذا هو المنهج الصحيح. بينما الذي يصيبك إذا أحييت السنة وقامت القيامة على رأسك، ما أصابك هذا ابتلاء وليس بفتنة، وهذا ابتلاء تنظر فيه لذنبك. يعني قد يكون عدم الاستجابة من الناس لذنب أصبته، ولأنك صاحب ذنب، فالله تبارك وتعالى عاقبك بعدم الاستجابة. ليه؟ يعني استجابة الناس لهذا، يعني لما فعلته. فالشاهد أن المقصود هنا فتنة في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. والأدلة كثيرة في أن العقيدة وأمر الدين كله يجب أن يستمد من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها توسم بالعصمة. يقدر الإنسان يتعجب من هذا الكلام، كيف يقال توسم بالعصمة وأنها معصومة، ويوجد أخطاء في أفراد مؤلفات أهل السنة والجماعة، صح ولا لا؟ يوجد بعض العقائد، يعني من بعض المؤلفات التي ألفها أهل السنة والجماعة فيها أخطاء في مسألة العقيدة، وردها العلماء وبينوا أن هذا خطأ أو هذا لفظ محتمل يحتمل معنى باطل، فلا يصح وضعه في عقيدة أهل السنة والجماعة، كما سيأتي من خصائصها. من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة الدقة في اللفظ والمعنى. فنقول كيف يكون توسم بالعصمة وقد حدث أخطاء؟ نقول مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في مقابل مجمل عقيدة أهل الباطل توسم بالعصمة. لماذا؟ لأنها مستمدة من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح والإجماع، والإجماع ومبناها فهم السلف الصالح. فليس المقصود مؤلفات أفراد أهل السنة، المقصود مجمل ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة في العقائد يوصف به أو يوصف بماذا؟ بالعصمة، لأن مبناه الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. لكن إذا جئت بعقائد أهل الباطل فإنها لا توسم بهذا الوصف، ولا يمكن أن يقع عليها مثل هذا الوصف، لأن مبناها ليس الكتاب والسنة، مبناها الخرافات والحكايات والأساطير والتجربة الأحاديث المكذوبة والموضوعة وغيرها. ميزة عقيدة أهل السنة، أو تتميز عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا بأنها عقيدة وسط بين بقية العقائد الأخرى التي انحرفت إما إلى الغلو إما إلى التقصير. فانحرافها إما أنه غلو في دين الله وإما أنه تقصير في دين الله عز وجل. فهي وسط ما بين بقية الفرق، كما أن الدين الإسلامي وسط بين بقية الديانات الديانات غير الإسلامية. فبقية الديانات، اليهود يرون الحائض لا تؤكل ولا يشرب معها ولا تجالس ولا تجامع ولا يفعل معها شيء، تهجر هجرا كليا. والنصارى يفعلون كل شيء مع الحائض، المجالسة والمؤاكلة، ويشرب معها ويجامعها ويفعل كل شيء. وأهل الإسلام لا، يجالسونها يؤكلونها يشاربونها، لكنهم لا
يجامعونها، فليسوا كاليهود، هم وسط ما بين اليهود والنصارى. أهل السنة كذلك هم وسط بين الطوائف الأخرى، ففي باب الأسماء والصفات هم وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون صفات الرب سبحانه وتعالى، أتباع الجهم بن صفوان والجعد بن إبراهيم وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري. تعرفوا هذا الرجل ولا لا؟ شكون يعرف عليه أمر يعني؟ قال بالقدر. زيد كان فصيح اللسان، كان صاحب لغة عربية. عمرو بن عبيد بن باب هذا أبو عثمان البصري هذا يعني كان متعصبا جدا لمذهب المعتزلة أيضا، وخرج مع واصل بن عطاء، اعتزل مع واصل بن عطاء، وهو يعتبر من المؤسسين في مذهب المعتزلة. وعمرو بن عبيد هذا وصل به التعصب إلى رد النصوص الصريحة التي يعتقد أنها صحيحة. هو يعتقد وش يقول في حادث الصادق المصدوق أو في ميزان الاعتدال في ترجمته، ينقل عنه الذهبي رحمه الله، وش يقول لو حدثني به الأعمش سليمان بن مهران لكذبته، ولو حدثني به هشام لا كذبته، ولو حدثني به أبوه عروة لكذبته، ولو حدثني به يعني حدثني به ابن مسعود لكذبته، عبد الله بن مسعود لكذبته، ولو حدثني به النبي صلى الله عليه وسلم أو ابدأ والحق النقطة الحمراء لما صدقته، ولو حدثني به رب العزة. يا إخوان الضلال يعمي صاحبه، يولي عمى ما يشوفش، يتكلم بكلام يعني إذا مات بعده إلى جهنم، يكري الروح قبالة إلى جهنم وساءت مصيرا. ولو سمعت رب العزة، تخيل هذا الكلام، وهذا التحدي ممن يرجى أنه من العلماء، لأنه كان رجل قوي في جميع في العلوم. ولذلك دائما احنا الشباب يا أخي مايش العلم بكثرة الحفظ ولا كثرة المسائل، لا، العلم هو الخشية، هو تقوى الله واتباع العلماء، التمسك بهم، وإلا يعني اليوم خالفت في مسألة صغيرة غدوة في مسألة كبيرة فتذهب إلى ما لا يحمد عقبه. لذلك قال ولو حدثني به رب العزة لقلت ما على هذا عهدتنا ربنا، ورد حديث الصادق المصدوق. فهذا من المعطلة، يعني من جماعة من عطل صفات الرب سبحانه وتعالى. وبين أهل التشبيه، أهل السنة بين المعطلة وبين أهل التشبيه والتمثيل والتجسيم، أتباع مقاتل بن سليمان أبي الحسن الخراساني المفسر، فهم وسط ما بين الإفراط والتفريط. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وسموا بمثل هذا الوصف العظيم، أنهم وسط ما بين الجماعتين، ما بين أهل التعطيل وأهل التشبيه. ولذلك يقول أبو حنيفة أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء، نزع عنه كل ما يدل على وصف. وأفرط مقاتل فرط مقاتل في الإثبات حتى جعله مثل خلقه. إذن في باب الأسماء والصفات هم وسط ما بين أهل التعطيل وما بين أهل التشبيه والتجسيم. أيضا في باب خلقه وأمره هم وسط ما بين المكذبين بقدرة الله، القدرية، لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، أتباع معبد الجهني البصري وغيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان، فهما اللذان أخذا مذهبهما من سوسن النصراني. وبين الذين يجعلون العبد مجردا عن المشيئة والقدرة والعمل، وهم الجبرية، فهم
وسط ما بين القدرية والجبرية. أهل السنة والجماعة وسط بينهم، يؤمنون بأن الله على كل شيء قدير، وأنه خالق لكل شيء من الأعيان والصفات والحركات، وأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ويؤمنون بأن للعبد قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار وليس بمجبور. ففي باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد هم وسط ما بين المعتزلة والخوارج وما بين المرجئة. أيضا هم وسط أيضا في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الغالية الذين غلوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعموا لبعضهم العصم، والذين جفوا عنهم فكفروهم كالخوارج، كفروا بعض الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم. فالغالية مثل من الشيعة 4 طوائف عند أهل الحديث. عند أهل الحديث الشيعة هم 4 طوائف. الشيعة الأولى الأوائل يسمون بالشيعة المخلصين، الذين يعني يفضلون أبا بكر وعمر ولا يتنازعون في ذلك، يفضلون أبا بكر وعمر على علي بن أبي طالب ولا يتنازعون في ذلك. فهؤلاء الطائفة الأولى التي أحدثت في ابتداء الأمر، هذا يسمون الشيعة المخلصون، يعني الذين هم على الجادة. وأنت تقرأ في ترجمة بعض الرواة ستجد أحيانا يقولون مثل شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عفوا، هو من رجال مسلم. شريك بن عبد الله بن أبي نمر هذا كان يوصف بالتشيع، ثم إذا قيل له أيهما أفضل، أبو بكر وعمر أم علي، قال أبو بكر وعمر، على المنبر صاح بها، قال أبو بكر أفضل وعمر أفضل من علي بن أبي طالب. فقيل له أنت من الشيعة وتقول هذا الكلام؟ قال قد قاله إمام الشيعة علي بن أبي طالب على منبره في الكوفة، قال أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، قال أفنكذب إمام الشيعة وهو علي بن أبي طالب، وذكر هذا. فالشيعة الفرقة الأولى هي الشيعة المخلصة أو الشيعة المخلصون، وهم الذين على منهج أهل السنة والجماعة، إلا أنهم يحبون أكثر يعني علي بن أبي طالب محبة قلبية، ميل قلبي فقط، وإلا من حيث التفضيل يفضلون، يستندون إلى الأدلة. والفرقة الثانية قريبة من هذه، وهم الشيعة المفضلة، وهؤلاء يفضلون عليا على سائر الصحابة دون تكفير أحد منهم ولا انتقاد ولا سب ولا بغض أحد منهم. هؤلاء يسمون بالشيعة المفضلة. ثم الشيعة السابة، فرقة الثالثة، الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اليسير منهم، بعضهم أوصلهم إلى 3، بعضهم إلى 4، والبعض الآخر إلى 17 صحابي، والباقي كله يسبونه ويرون أنه يعني زاغ وأنه ارتد، أو يرون أنه فسق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ علي بن أبي طالب أن ابن السوداء هذا يسب أبا بكر وعمر فطلبه ليقتله فهرب. ابن السوداء من علي بن أبي طالب، ما يدل على أنه كان ينكر مثل الشيعة السابة. وهذه الفرقة الثالثة. الفرقة الرابعة وهم الشيعة الغلاة، الذين يكفرون الصحابة ويقولون بألوهية علي بن أبي طالب، وهم الاثنى عشرية هؤلاء الذين ابتلين بهم في هذا العصر، ابتلين بهم في هذا العصر، وهم مجوس وهم عباد النار جاءوا بصورة أخرى. متأمل فيهم سيجد أن هؤلاء حتى وإن ادعوا أفضلية علي بن أبي طالب فهم يطعنون فيه. كيف يكون ذلك؟
هو يدعي أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر، وأن هذه المسألة مسألة عقدية بحتة، تفضيل علي على أبي بكر وعمر، وأنه كان يجب أن يكون الحكم لمن؟ لعلي بن أبي طالب. هذا هو زعمهم، هذه عقيدتهم. فهل يكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد رضي بتحكيم أبي بكر، وبأنه هو الخليفة، وبأنه هو الأفضل، وكان من مشورة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر يشاوره في أموره، يعني تطعن في علي كأن عليا استعمل التقية في دائرة أبي بكر، وفي دائرة عمر، وفي دائرة عثمان، ولم ينكر. لذلك نقول حتى ادعاؤهم لتفضيل علي بن أبي طالب هو طعن فيه، ويريدون أن يجرحوا شهودنا كما قال العلماء. والجافية الذين كفروا عثمان بن عفان وقتلوه من أجل الأموال، لأنه قالوا أعطى أقاربه المال، هم خوارج، أعطى أقاربه، قسم الغنيمة فأعطى لأقاربه ولم يعطي بقية الصحابة، فكفروه لأجل هذا الأمر. فأهل السنة وسط ما بين الغالية والجافية، فهم متمسكون بفضل أبي بكر أنه أفضل، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على فهم السلف الصالح. عقيدة أهل السنة والجماعة تميزت بالدقة من حيث الألفاظ والمعاني، وهذه مهمة جدا. أهل السنة والجماعة في عقيدتهم دقيقون في الألفاظ والمعنى، لا يضعون لفظا يحتمل معنى باطل، يحتمل الحق ويحتمل الباطل، لا يضعونه في عقيدتهم، بل يحذرون منه، يقول هذا لفظ محتمل. ولذلك نجد الإمام أحمد قال اللفظية مبتدعة، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه يحتمل أن يراد به الصوت، ويحتمل أن يراد به الكلام اللي هو كلام الله عز وجل، وبالتالي لما احتمل قال اللفظية مبتدعة، فأدرجهم من ضمن أهل البدع سدا لهذا الباب. الإيمان هل هو مخلوق ولا لا؟ الإيمان الذي هو التصديق بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الشيطان، هل هو مخلوق ولا لا؟ أحدث مثل هذا في عصر الإمام أحمد. زكى الإمام أحمد عبد الوهاب بن وراق، زكى عبد الوهاب بن وراق وقال هذا من العلماء خذوا عنه. وهنا نحب وقفة دائما كي نوصل مثل هذه المواضع تربية لأنفسنا ولشبابنا. عبد الوهاب بن الوراق هذا شهد له من بالعلم؟ الإمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة. لو كان نتبع ترجمة الإمام أحمد ستجده تكلم في أفاضل لما زاغوا في مسألة الخلق بالقرآن، أو قالوا بمسألة الخلق، لا نقول زاغوا، نقول قالوا بمسألة الخلق، كعلي بن المديني وأيوب وغيرهم من العلماء، قالوا بها قهرا، قهروا من طرف الحاكم، ولذلك قالوا بها. والإمام أحمد ثبت فكان يتكلم فيهم، لكن بينما تجده يزكي مثل عبد الوهاب الوراق هذا، وقال لهم هذا عالم خذوا عنه، لأنه كان ثابتا بقي على منهج أهل السنة والجماعة عبد الوهاب الوراق، وهو طالب علم صغير، فلما واصل وكبر في العلم وبقي على منهجه زكاه. لذلك احنا نقول نأخذ من هذا تزكية الإمام أحمد لعبد الوهاب الوراق، وأنه في عصر عبد الوهاب الوراق هذا وكان الإمام أحمد عايش، جاء أناس من وراء النهر، جاءوا إلى بغداد وقالوا الإيمان مخلوق، القرآن خلاص عرفنا أنه كلام الله ليس بمخلوق، والإيمان مخلوق ولا لا؟ فعبد الوهاب الوراق وش يدير؟
قال هذه مسألة لا يقدر لها إلا الإمام أحمد، مع أنه زكاه وقال لهم هذا عالم خذوا عنه، كان يستطيع أن يجتهد ولا لا؟ وإذا حدثه الإمام أحمد يقول له أنا اجتهدت، الله غالب اجتهدت، وانت قلت أنا من العلماء ولي أجر. لكن هو لما زكاه وهو يعرف أن هذا الرجل إذا وصل إلى معرفة قدر نفسه يعرف قدر نفسه. هذه نقطة نأخذها من هذا القصة، أنه كل إنسان لابد أن يعرف من هو، قدر نفسه. أنت شحال توزن في العلم وشحال توزن في الدعوة إلى الله، ما تجرأش، مش غير يقولوا قال واحد يعني تجد شبابنا يتجرؤون على من هو أكبر. قلت الإمام مالك يرى هكذا، بعد الإمام مالك هم بعد، يعني ما تقدرش تقول مثل هذا الكلام. هذا يعني كلام ليس من منهج طالب يريد الوصول إلى الذروة ويريد الوصول إلى طبقة العلماء، وتجده يستهين بمراتب أهل العلم. من يكون الإمام مالك؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ يعني بعد وفاة الإمام مالك جلس أحد الشباب في فتوى في مجلس الفتوى، جاء عبد الملك بن المجيشون أظن، قيل يعني في ترتيب المدارك قال هذا، فجاء مر قال لأنظرن إلى علم الرجل. الناس هابت كل في الجلوس في مجلس الفتوى، ما حبوش يجلسوا. مالك لا يفتى وهو في الماء، لا يفتي أحد وهو في المدينة حيا وميتا. جاء واحد وقعد من الشباب، كي قعد عبد الملك بن المجيشون في حلقته قال هذا الشاب المغرور الذي لم يذكر اسمه وش يقول؟ قال أخطأ مالك في هذه المسألة. قام عبد الملك بن المجيشون لأنه يعرف قدر الإمام مالك، قالوا مثلك يخطئ الإمام مالك؟ مثلك ومثل الإمام مالك كمثل رجل بال بين نهرين فرغ بوله فظنه نهر ثالث. لا تقل أخطأ، قل الصواب في المسألة كذا. أدب، تعلم، لا تخطئ العلماء على رؤوس الأشهاد. أخطأ الإمام مالك، أخطأ الشافعي، لماذا تقول هذا الكلام وأنت لست في حاجة إلى القول لهذه العبارة؟ فأول شيء نأخذه هو معرفة الإنسان قدر نفسه. عبد الوهاب الوراق عرف قدر نفسه لما وصلت المسألة كبيرة وقبلها سبقتها القرآن كلام الله مخلوق فتنة عظيمة. أنا لا أفتي، نرجحها لمن هو أعلم. قال لم يذهبوا إلى إمام أهل السنة هو الذي يفتيكم فيها. لما ذهبوا إلى الإمام أحمد وش دار الإمام أحمد؟ قال هذه مسائل جهم وهي 70 مسألة. جهم بن صفوان هو الذي أحدث هذا الأمر في أثناء فتنته. إذن نقول أهل السنة والجماعة امتازت عقيدتهم بماذا؟ امتازت بالدقة في اللفظ والمعنى. ألفاظها لا تحتمل الباطل والمعاني لا تحتمل الباطل. إذا كان وجد معنى يحتمل الباطل فإنك تجد أهل السنة أنفسهم هم الذين يحاربون هذا المعنى ويبينون، لأنها عقيدة، يبينون أن هذا المعنى خطأ ويردونه يردون عليه. يعني اللفظ الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة في حق المولى سبحانه وتعالى لا بإثبات ولا بنفي. مثل الجسم مثلا، هل الله عز وجل جسم أم لا؟ هل الله تبارك وتعالى يخلو العرش فينتقل السماء الدنيا؟ فقالوا هذه ألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لا بإثبات ولا بنفي. لا تقل الله عز وجل ليس بجسم ولا تقل الله عز وجل هو جسم، لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة لا بإثبات ولا بنفي. هذا دقة ولا لا؟ دقة في اللفظ والمعنى، تقعيد صحيح. يحافظون على كل، حتى النفي الذي لم ينفيه الله ولم ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب ولا في السنة لا ينفونه حتى ينفيه الكتاب والسنة أو الإجماع. لكن المعنى إن كان يدل على الكمال وهو ما تدل عليه أبواب إثبات الأسماء والصفات فإننا نثبته. إن كان الجسم هذا المراد منه الذات وأن الله عز وجل موجود ليس
الجهمية الذين ينفون، قالوا يعني الله عز وجل ليس بموجود لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا يعني لا عدم، جعلوه من ولا موجود ولا معدوم أصلا، ولا معدوم أصلا. فحتى قال الأمير هؤلاء فقدوا ربهم أو أضاعوا ربهم. وإن كان المراد بالجسم هو الأعضاء المركبة، وأنه لا يمكن أن يستغني عضو عن عضو، فهذا نقص في حق المولى، فلا يثبت في جانب المولى تبارك وتعالى. إذن هذه الأمثلة، حتى الشرك الأصغر هو مظنة إلى الشرك الأكبر، هو محرم تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد، لأنه من أعظم الفروق ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ما هو؟ أن الشرك الأكبر تحريمه تحريم مقصد، بعثت الأنبياء والرسل وأنزلت الكتب وأقيمت الدنيا من أجل أن لا يقع هذا الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر لأنه يفضي إلى الشرك الأكبر حرم، لأنه يفضي إلى الشرك الأكبر حرم. فهذه كلها تتميز بها أهل السنة والجماعة، دقة في اللفظ والمعنى، لا يخوضون إلا إذا خاض أهل البدع، أهل الباطل خاضوا في لفظ معين فإنهم يجعلون له ضابط ويضعونه في عقيدتهم. يعني في الأصل ما كانوش لم يكونوا يناقشون في مسألة القرآن هل هو كلام الله أم هو مخلوق في الأصل، لكن لما خاض الجهم وأصحابه خاضوا في هذه المسألة، خاض مع أهل السنة وجعلوا لها ضابط يضبطها. هذا الضابط لا يحتمل الباطل بل هو معنى يحتمل الحق. فهذا ما امتازت به أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا ما تمتاز به عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى اختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم أصحابا. إذن الصحابة من اختيار الله سبحانه وتعالى. واحد يجي يقول لك كيفاش هذه بديتوا تديروا لنا في التشريعات وأنه الصحابة اختارهم الله وكذا. نقول وإذا اديناك ما هو أكبر ما هو أوسع، اللغة العربية من اختيار المولى ولا من وضع الناس؟ أو كاين واحد اللي راه يحدث فيه قلبه وبدا يخلط، كاين ولا لا؟ يقول يعني صاحب المراقي يقول واللغة الرب لها قد وضع، فهي من وضع الله تبارك وتعالى. والمتأمل في قواعد اللغة العربية يجد أنها قواعد ليست من صنع البشر، مستحيل. وهذا من أعظم الأدلة، هي محل خلاف بين أهل السنة، لكن من أعظم الأدلة على أنها مقومة لدين الله، وأنها يعني دين الله لا يفهم ببقية اللغات. فجعلوا فصلا، هل أهل الجنة لغتهم لغة القرآن لغة العربية ولا لغات أخرى؟ في القرآن ورد أن أهل الجنة يتكلمون باللغة العربية، وكذلك ورد أن أهل النار تكلموا باللغة العربية، صح ولا لا؟ إذن هذا ليس بدليل، لكن الصحيح أنها من لغة أهل الجنة. اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، ثبت بها حديث صححه الشيخ الألباني في الصحيح أن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية. إذن نقول هل الصحابة من اختيار الله عز وجل؟ انظر إلى ابن مسعود عبد الله بن مسعود ماذا يقول في هذا المجال. يقول إن الله بإسناد حسن أخرجه يعني الإمام أحمد في المسند، يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم بعدها نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه. أو ابن مسعود يعني يجعل أن الصحابة من اختيار الله سبحانه وتعالى، اختارهم وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الإنجيل وفي كتب يعني أهل الديانات كما ذكر الدارمي في المقدمة، في مقدمة السنن ذكر الدارمي
أن الصحابة من أوصافهم أن أزرهم إلى أنصاف ساقهم، الإزار إلى نصف الساق، هذا من أوصافهم، ذكر في الإنجيل، ويعني أورده الدارمي في المقدمة. فكان كاين اهتمام بمن يحوم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة هذا الدين ولحفظ هذا الدين. أيضا من السمات التي يعتقدها أهل السنة الجماعة ويتميزون بها عن غيرهم أن الله عز وجل زكى الأصحاب ظاهرا وباطنا. واحد يقدر يقول لك على راك تعطينا في الأمور هذه، تزير علينا، حاب تديرنا في رواق. نقولوا لا، لأنه انت ما حدث من الشجار بين الصحابة لا يجوز لك قراءته إلا بشرطين. منين شروط؟ إذا ما لم تبين هذين الشرطين، إذا لم تعتقد هذين الشرطين أو تكون فيك متوفر هذين الشرطين، لا يجوز لك الخوض ولا يجوز لك قراءة ما حدث بينهم. الشرط الأول سلامة المعتقد في الصحابة. ماذا تعتقد في الصحابة؟ يشترط أن تقرأ قبل ما تقرأ الشجار، لا بد أن تعتقد عقيدة أهل السنة في الصحابة، وأنهم أناس اختارهم الله عز وجل. فإذا قرأت خطأ لصحابي حدث منه أو زلة حدثت منه، تحملها محمل حسن ولا محمل غير حسن؟ لكن أولئك يحملونها محمل سيء. لماذا؟ لأن عقيدتهم لم تسلم من الزيغ في أصل اعتقاد في الصحابة. فالأصل لا يعتقدون أن الصحابة من اختيار الله سبحانه وتعالى، لا يعتقدون أن الصحابة قد زكاهم الله عز وجل في الظاهر وفي الباطن. لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله. قد اللي يقرأوا اللغة العربية وش تفيد قد؟ الله يبارك. التحقيق هذا أصل، هي تفيد التحقيق وتفيد التقريب ولا لا؟ ما هو المعنى الأصلي؟ التحقيق. ولا يلجأ إلى التقريب إلا بقرينة. القرينة هي التي تحدد هذا المعنى الثانوي الفرعي. لكن إذا يقول سيبوي إذا دخلت اللام على قد فهي للتحقيق قولا واحدا. ثم ماذا حدث بعد سيبويه؟ إجماع أهل اللغة العربية أنها للتحقيق ولم يخالف أحد. تجيب شيعي الآن تتحداه بمثل هذه القاعدة، أنا نعطيك الأمان أنه لا يأتيك بمن يخالف، بمن خالف في يعني من أهل اللغة العربية، من علماء اللغة العربية، من الرؤوس، أصحاب المدارس، مدارس اللغة العربية. شحال كان من مدرسة في اللغة العربية؟ 3 4 5 كاين مدرسة البصرة، مدرسة الكوفة، مدرسة الفراء وأصحابه، لا، مدرسة هذوك محققين، مدرسة مصر، مدرسة بغداد، ومدرسة الأندلس. 5 مدارس. الأصل هي البصرة والكوفة، والخلاف الذي وقع بين البصرة والكوفة استنتج يعني استخرج لنا 3 مدارس أخرى اللي هي الأندلس وبغداد ومصر. هذه المدارس الأصلية. فنحن نتحدى أن يأتي من المدارس هذه من يقول بأن قد هنا تحتمل التحقيق وتحتمل التقريب، كما ادعاه ذلكم الخبيث ياسر الكويتي. تعالوا تسمعوا به. هذا الرجل ادعى لما طولوا الآية وش يخمم وليا ما لقى لها حتى حل غير أنه يذهب بها إلى التقريب. فقال هنا قد للتقريب، يعني قرب أن يرضى الله عز وجل عن المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة. وهذا خبث منه وهروب من هذا الأمر. فأهل السنة يعتقدون أن الأصحاب زكاهم الله في الظاهر وفي الباطن، شهد لهم بالصدق في باطنهم، آيات كثيرة والأحاديث كثيرة، وشهد لهم في الظاهر باستقامة الحال
وأنه لا يمكن أن يأتوا بمثل ما يأتي به البشر من التعمد في الإثم دون أن يكون يعني ليس يعني توبته ليست خالصة. لذلك نقول أهل السنة من عقيدتهم التي ميزتهم في هذا الباب أنهم يعتقدون بأن الله عز وجل زكى الصحابة في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأصحاب الكرام هم حملة الدين ونقلة الآثار والأخبار. واحد يقول لي وعلاش الآخرين وش يعتقدوا؟ بقية الفرق وش يعتقدوا في الصحابة؟ من الذي حمل الدين ومن الذي حمل الأخبار ونقل لنا الآثار؟ من؟ الصحابة. حتى بقية الفرق. وعلاش تقول أن من خصائص أهل السنة والجماعة؟ يا إخوان العقيدة مواقف، مايش كلام يدعى. الأشاعرة يقول لك نحن نعتقد أن الصحابة كذا وكذا، يعتقدون أن الصحابة هم الذين نقلوا الدين، لكن الدين الذي نقله الصحابة ولم ينقل عنهم أنهم فهموه فهما زائغا هو أوله وفهمه مثله. إذن موقفه ادعى أنه لم يتبع الصحابة في نقلهم ولم يكن على نقلهم. أهل السنة يعتقدون أن الأصحاب الكرام هم الذين نقلوا هذا الدين واتبعوهم. موقفهم بين أنهم اتبعوا الصحابة على هذا النقل الذي نقلوه ولم يخالفوه. وكما أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل الصحابة يعني بعد أبي بكر وعمر عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم علي ابن أبي طالب. ويعتقدون أنه يجب على المسلمين محبة الصحابة، وجوب محبة الصحابة. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك يجب على كل مكلف أن يحبه، لأن محبة الصحابة جزء من القرآن. القرآن أخبر بأنهم على جادة صحيحة ويجب الاقتداء بهم والدعاء لهم، وجزء من التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى أن يؤذى أصحابه رضي الله عنهم، وجزء من الإيمان حتى باليوم الآخر، لأنك إذا طعنت فيهم لا تضمن السلامة في اليوم الآخر. لذلك نقول محبة الصحابة عند أهل السنة والجماعة، وهي مما ميزتهم عن بقية الفرق، أنه واجب محبتهم. كل من أطلق عليه بأنه صحابي ونزل عليه ضابط الصحابة فهو يجب محبته ويجب موالاته ولا يجوز معاداته، بل يجب عليك كإنسان من أهل السنة والجماعة تعتقد هذه العقيدة، يجب عليك أن تعادي من عاداهم. يجب عليك أن تعادي من عادى الصحابة. وهذا الذي ينقص عوام الناس الآن، والعقيدة هذه صارت يعني مشلولة بين الناس، عوام الناس. يعني صار يستسيغ ويسيغ لنفسه سب صحابي، وربما سمعه ولا ينكر، وهذا مناف لعقيدة أهل السنة والجماعة. إذن هذه بعض خصائص أهل السنة والجماعة. الآن نتكلم على بعض الفضائل للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فنقول إن من أوكد آلات السنن المعينة عليها، الآلة التي تعين على حفظ السنة والمؤدية إلى حفظها، معرفة الذين نقلوها عن نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وحفظوها عليه وبلغوها عنه، وهم صحابته الحواريون
يعني كل نبي له حواري، وحواريه النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، هم صحابته الكرام الذين وعوها وأدوها ناصحين محسنين حتى أكمل بما نقلوه في دين الله، وثبت بهم حجة الله تعالى على المسلمين، فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس، ثبتت عدالتهم أو عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله عليه السلام، ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه. كما قلنا في يعني مما ميز أهل السنة أن الله عز وجل هو الذي اختار هؤلاء الصحابة لنصرة دينه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يروي الشيخان البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أبو سعيد الخدري من المكثرين، من الذين أكثروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني هم 7 جمعهم السيوطي في قوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فقال: لا تسبوا أصحابي، لا نافية ولا ناهية؟ لا ناهية. ما الفرق ما بين النافية والناهية؟ الناهية تجزم الفعل، والنافية لا تجزم الفعل. حوسوا على معنى، لأنه أنا أقول لكم مثلا على بالكم مجموع الفتاوى مش مشكول صح ولا لا؟ يعني يقدر الفعل ما غير مشكول، ما تقدرش تعرف هل هو مجزوم ولا ليس بمجزوم، عندك معنى ضابط. الناهية تدل على طلب الترك، تأمرك أن تترك ذلك الشيء، والنافية لا تدل على طلب الترك، هي تنفي ذلك الشيء ولا تأمرك بتركه. هذا المعنى، هذا فارق معنوي، هذا فارق معنوي بين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسب أصحابه، وأصحاب لفظ أضيف، فالمقصود به الجنس يعني عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن سب الأصحاب مطلقا، كل من يطلق عليه لفظ الصحابي لا يجوز سبه. وهؤلاء الرافضة الملاعين هؤلاء يسبون كل الصحابة ما عدا 17 صحابي في بعضهم، وبعضهم يقول 3 أو 4، ويسبون كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وسبب تفضيل نفقتهم لأنه قال في الحديث يعني: فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما يدل على عظم هذا الأمر. ما هو السبب؟ يقول العلماء: سبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال، لأنه كانت في ابتداء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهم ينفق على يعني في دين الله ويتصدق في دين الله عز وجل من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى، من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى. قال: ولأن إنفاقهم كان في نصرته وحمايته صلى الله عليه وسلم، وذلك معدوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النفقة لا تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حياته تنصره وتؤيده وتؤازره، وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم. وقد قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة.
وهذا كله مع ما كان فيهم وفي أنفسهم من الشفقة والتودد للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده، وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا ينال درجتها شيء، والفضائل لا تؤخذ بقياس ذلك، يعني وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك نقول هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لأنه توفر لهم ما لم يتوفر لغيرهم، ما لم يتوفر لغيرهم. يقول البيضاوي في تفسيره يقول معنى الحديث هذا الذي ذكرناه لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهب من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه، يعني مثل جبل أحد ذهب وهو يتصدق بنصف نصف مده طعام فقط، فلا يبلغه تصدقك، لا يبلغ تصدقه، يعني صدقتك لا تبلغ صدقته. وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية، لأنهم كانوا على الجادة رضوان الله تعالى عليهم، مع ما كانوا من القلة وكثرة الحاجة والضرورة. يعني الآن تتصور أننا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بمعظم ماله أو جاء بماله كله أعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب فاقة وحاجة لهذا الشيء، ما هوش زائد أعطاه، لا يحتاج. وهذا ما دفع عمر إلى عدم التضحية بماله كله، لم يقدر أن يفعل هذا، تصدق بالنصف، ففاق أبو بكر عمر بن الخطاب في هذا الباب. فهم كانوا يتصدقون مع يعني مع الاحتياج، مع الحاجة لهذا الشيء، مع الحاجة لهذا الشيء. ويروي الإمام أحمد في الفضائل عن عبد الله بن عمر قال لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. هذا كلام ابن عمر. وإذا قلنا كلام ابن عمر يعني هذا ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، تعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز سبهم، كما قالت عائشة أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، فعلوا ما يناقض الدين. الدين يأمرهم أن يستغفروا لأبي بكر وعمر ولسائر الصحابة، وهم قاموا بما يناقض هذا الأمر وهو سب الصحابة. وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشة أن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، يتناولونهم يعني ينالون من أعراضهم ويسبونهم. قالت وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. وهي كذلك رضي الله عنها، هي قالت هذا القول وهي لا تعرف أن الله عز وجل أعد لها مثل هذا الأجر. يعني ترى الرافضة وغيرهم ممن يسب الصحابة ثائر ضد عائشة وينال منها، يعني حتى أنهم فرقة من الرافضة ماذا يفعلون؟ يأتون يعني عندهم يوم في السنة يأتون بنعجة، والنعجة هذه فيها صوف كثير، فيها وفرة في الصوف، ويرمونها وسط الناس وكل يأخذ من تلك الصوف يجذبه، يقولون ننال من عائشة، هذه عائشة وننال منها. حقد عظيم على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذا كله أجر لها رضي الله تعالى عنها. يقول أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وكفر
من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتم نقطة مهمة جدا، هي ستجد خلاف وقع بين العلماء، هل الرافضة كفار علماؤهم وعوامهم، أم العلماء كفار الغلاة والعوام ليسوا بكفار؟ ستجد قولان لأهل السنة. تجد أن بعض أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلى أنهم كفار كلهم، عوامهم وعلماؤهم، الغلاة منهم والمتبعون كلهم كفار. وبعض أهل العلم يذهب إلى التفصيل، يقول لك هذا الغلاة العلماء نتوعهم كفار، وأما الأتباع فهؤلاء عوام لا يكفرون. هذا خلاف ولا لا؟ مناط الخلاف هذا يرجع إلى مسألة عقدية. وشن هي؟ هل يعني الرافضة هم من الفرق المسلمة، يعني هم فرقة من فرقه، من الفرق 73 في فرقة، هل يدخلون في هذه الفرق؟ فإن من أخرجهم عن الفرق وعدهم مثلهم مثل النصارى مثل اليهود أصلا ليسوا لا يعدون من المسلمين، فهذا يقول بكفرهم جملة وتفصيلا، كما الدروز كما بقية الباطنية يعدهم من الباطنية، وهذا اعتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية. والذي يفصل يقول لا، هم مسلمون خرجوا عن الإسلام بفعلهم، ولذلك تجده يفرق ما بين الرؤساء وما بين الأتباع وما بين الأتباع. انت أكيد راك شفت يعني الرافضة وأفعالهم، تمسحون حتى بغائط مشايخهم، كاين هذه ولا لا؟ اللي يتبع في اليوتيوب يشوف هؤلاء الناس، هل هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك شيخ الإسلام لما رأى منكرهم ورأى ما هم عليه من الاعتقاد الباطل في دين الله، ورأى من منافاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم عليهم بأنهم باطنية أصلا ليسوا بكفار، متى دخلوا حتى يخرجوا، هم أصلا لم يدخلوا إلى الإسلام. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، النصراني واليهودي ومن أهل الكتاب الذي يعتنق دين الرافضة، يعتنق الدين الإسلامي عن طريق هذه الفرقة، هو وش يقول الشيخ؟ يقول لم يدخلوا ولم يدخل الإسلام، أصلا لم يدخل إلى الإسلام، لأنهم ليسوا من فرق يعني المسلمين، ولا يعدون من فرق المسلمين. بينما تجد علماء آخرون يفصلون. قلنا مرجع هذا الخلاف ما هو؟ هل هم يعني أصلا من المسلمين وخرجوا، أم هم باطنية كفار في الأصل لم يدخلوا إلى الإسلام؟ لذلك تجد من علق يعني كلامهم بالزندقة، قل هو زنديق، يقصد هذا، يقصد أنه على ملة غير ملة الإسلام في الأصل، هو باطني في الأصل. ويقول الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال الطحاوي وهي عقيدة أهل السنة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحدهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. يجب على كل مكلف أن يحب الله وأن يحب يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت وليدك الآن تعلمه عقيدة أهل السنة والجماعة، تعلمه محبة أبي بكر وعمر وسائر الصحابة، كما قال أحد السلف: يعلمونهم محبة الصحابة كما يعلمونهم السورة من القرآن. لأنها عقيدة يا إخوان، لأنها عقيدة، وهذه العقيدة ضعفت بين المسلمين
العوام من توعنا تجده لا يبالي، خاصة، وانتبهوا لها هذه، خاصة الذين يعني كانوا في تمثيل فيلم الرسالة. كاين هذه ولا لا؟ الآن هند بنت عتبة صحابية رضي الله تعالى عنها، يعني تجد كثير من العوام يعتقد لو قلت له الروافض يسبون هند بنت أبي عتبة وش يقول لك؟ يقول لك هي عادي ورا المشكلة، هو هي كلات الكبدة تاع حمزة لأنهم رسخوا. على بالكم فيلم الرسالة هذا من دفعوا فيه أموالا باهظة الرافضة، يعني فيلم كامل فيه قصة النبي عليه الصلاة والسلام، شفناها بكري مش يضرك، بلاش نشوفوا التلفاز درك. فيه قصة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر فيه، مش لا ذكر وأهمل، لا يذكر فيه أبو بكر وعمر. كاين هذه ولا لا؟ دير هكذا اللي شاف فيلم الرسالة يقول لي ايه، كاين هذه ولا لا؟ لا يذكر فيهم أبو بكر وعمر، صح ولا لا؟ فهذا دليل على أنهم دفعوا فيه من أجل ترسيخ عقيدة بين المسلمين، ذهلوا عنها. كاين شباب قيل لهم أن نصر الله هذا مات، هذا مات ولا هذا نصر الله عنده تسجيل خاص فيديو يسب فيه أبا سفيان. عوام كي تقول له يسب في أبو سفيان صحابي رضي الله تعالى عنه، ما يثورش كما تقول له راه يسب في عائشة. علاش؟ لأنه عنده المرتبة مختلفة، كأنه يجوز سب أبي سفيان لأنه أبو سفيان كان على الكفر وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رسخته الرافضة في عوام أهل السنة والجماعة. لذلك انت الواجب عليك إنسان سلفي عقيدتك عقيدة صحيحة، يجب عليك تغيير هذا المعتقد الباطل في عوام الناس، في من يحوم حولك. يجب أن تفهمه. انت أنا عوض أنك تحفظ فضائل أبي بكر الصديق، احنا نقول لك احفظ فضائل أبي بكر الصديق واحفظ فضائل أبي سفيان بن حرب والد معاوية، واحفظ فضائل معاوية. كل من ابتدأوا، لأنه باب سب الصحابة هو معاوية. إذا تجرأت على معاوية خلاص. الشيخ مقبل وش يقول؟ عنده قولة مشهورة ومن أروع ما يكون، لأنه حارب أهل البدع فصار عنده تجربة. يقول قولة من اكتبها، يقول لك اعطني زيديا صغيرة أعطيك رافضيا كبيرا. أعطيني زيدي صغير، الزيدي الصغير وش يسب؟ معاوية وعائشة فقط، عنده أبو بكر على الجادة، الزيدي الصغير. بعدها يتجرأ على أبي بكر ويوصل إلى معظم الصحابة كفار. أعطيك رافضيا كبيرا. أعطيني مبتدع صغير صاحب بدعة أعطيك مبتدعا كبيرا. واحد تجي تقول له هذه بدعة، يقول لك واش في هذه، واش زدت حاجة في الوضوء ذوك تبدأ داير، صح ولا لا؟ جي كأنه يستهين بها. لكن هذه الصغيرة تجر إلى الكبيرة. قد قرأت كلاما للشيخ في شرح لمعة الاعتقاد للشيخ زيد بن هادي المدخلي، كلاما نحو هذا: البدعة الصغيرة تجر إلى البدعة الكبيرة. ولذلك حارب نفسك على عدم الوقوع في البدعة، لأنها من تمام تحقيق التوحيد. واحد يحب تحقيق التوحيد على درجة واجبة تجب على كل مكلف يجب أن يقوم بها: خلوص القلب من الشرك الصغير الكبير الخفي الجلي كله. وهذا يدفعك إلى تعلم ما معنى الشرك. خلوص القلب من البدع كل صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها. وخلوص القلب من الإصرار على المعصية. هذا الدرجات الثلاثة هذه تجب في حق كل مكلف، واجب عليك. إذا قيل لك هذه بدعة وبين لك بالعلم أنها بدعة
وجب عليك الابتعاد عنها، وإلا جرتك إلى ما هو أكبر. غير تجي فتنة نلقاوك انت هو اللي رافع الراية ضد أهل السنة والجماعة. لذلك يجب أن تخلص عملك وقلبك يعني من البدع جميعها صغيرها وكبيرها. إذن إلى غير ذلك من فضائل من الأحاديث والآثار، وهي كثيرة جدا، وربما يعني المشايخ سيأتون ويبين لكم مثل هذا. والآن نذكر أو ندخل في مكانة معاوية رضي الله تعالى عنه في الإسلام. وقلنا معاوية رضي الله عنه هو الباب في يعني الاعتقاد في الصحابة. من تجرأ عليه تجرأ على بقية الصحابة. كيفاش يتجرأ؟ يعني ابتداء يبين له من هؤلاء الطائفة الاستهانة بفضل معاوية، وأن له فضل في دين الله تبارك وتعالى. فإذا اعتقد أنه يعني ابتداء يقول مخطئ، ما يقولش مبتدع وما يقولش كافر، يقول أخطأ معاوية، ومن بعد يصل إلى تبديع معاوية، ثم إلى تكفيره، ثم يتجرأ على بقية الصحابة. لأنه اللي يبدع معاوية يستحيل عقلا لمن قرأ التاريخ، يستحيل عقلا لمن اتهم معاوية ألا يتهم عائشة رضي الله عنها. لأنه علاش؟ ما حدث بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس بعيدا مع ما حدث يعني في حرب الجمل الذي جاءت فيه عائشة تطالب بدم قتلة عثمان، فهي متقاربة. فإذا تجرأت على معاوية، أول شيء تتجرأ عليه بعد أول صحابي تأتي عليه ثلاثة: عائشة وطلحة والزبير. هؤلاء الثلاثة يأتون بعد معاوية قطعا. ومن سلمت له بهذا بالطعن في معاوية من أهل البدع هؤلاء، فإنك لا تستطيع أن تنقض ما يعني الطعن في هؤلاء الثلاثة، لأنهما متلازمة، لأن أحداثهم متلازمة. لذلك نقول هذه من أعظم المكانة، هذه أعظم المكانة لمعاوية، أنه سد لباب الطعن في الصحابة. فإذا يعني قدرت معاوية فقد قدرت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. في اليمن أهل اليمن يعني، والزيدية منهم، كنا نمر في الشاحنة ورايحين للمعهد، فيرموننا بالحجارة وهم يسبون معاوية. قل له أبو بكر، يقول لك لا أعوذ بالله أبو بكر لا، وهم يسبون. يعني سار فيهم هذا الاعتقاد. بعد مدة، وإحنا ننطلب في العلم ذم، بعد مدة ليست ببعيدة صارت عائشة، بعد مدة صار أبو بكر. أعطني زيديا صغيرة أعطيك رافضيا كبيرا. البدعة الصغيرة تجر إلى ما هو أكبر. فهذه كلمات في فضل سيدنا أبي عبد الرحمن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان الأموي رضي الله عنه وأرضاه، في مناقبه وحروبه، وفي الجوانب عن بعض الشبه التي استباح بسببها كثير من أهل البدع والأهواء جهلا واستهتارا بما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم في التحذير عن سب أو انتقاص أحد من أصحابه، لا سيما أصهاره وكتاب وحيه، ومن بشره بأنه سيملك أمته ودعا له أن يكون هاديا مهديا. ولا شك ولا ريب أن معاوية رضي الله عنه
من أكابر الصحابة نسبا وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم وعلما وحلما، فاجتمع لمعاوية شرف الصحبة وشرف النسب وشرف مصاهرته للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف العلم والإمارة ثم الخلافة، وبواحدة مما ذكرنا تتأكد المحبة لأجلها، فكيف إذا اجتمعت كلها وهي كلها مجتمعة في معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذا كاف لمن في قلبه أدنى إصغاء للحق وإذعان له. وقبل أن نتكلم عن هذا الموضوع ينبغي الإشارة إلى أن المبتدع وأهل الباطل وخاصة الروافض منهم يجادلون في المتشابه من القرآن أو السنة، فإنهم هم أهل الزيغ، فهم يتركون الفضائل الثابتة في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون بالمتشابه. دائما أهل الباطل مطلقا ما يشغل الروافض فقط، لكن على رأسهم الروافض يحملون أو يردون المحكم إلى المتشابه. نوضح لكم غير شوية فقط. إثبات أن الله عز وجل في السماء، الأدلة كثيرة، صح ولا لا؟ أأمنتم من في السماء، قال أين الله، قالت في السماء. الأدلة كثيرة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الأدلة كثيرة، فإذا جئت هذا محكم لأن الأدلة الكثيرة دلت عليه. ما معنى محكم؟ يعني واضح بين لا إشكال فيه، دلت عليه الأدلة الكثيرة. يجي دليل فيه احتمال، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا من قبيل المتشابه، صح؟ نرد المحكم إلى المتشابه، ولا هذا المتشابه نجعله تحت هذا المحكم؟ أهل السنة يردون المتشابه إلى المحكم، وأهل الباطل، علاش بدينا لكم بسمات أهل السنة والجماعة. أهل من السمات أنهم يستمدون عقيدتهم من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح والإجماع، فيردون المتشابه إلى المحكم، وأهل الباطل خلاف هذا القول، خلاف هذا التقعيد، يردون المحكم إلى المتشابه. روح جيب أي صوفي أو أي من أي رجل من أهل الباطل يعتقد أن الله عز وجل في كل مكان، وجيب له هذه الأدلة سيعطيك هذا الدليل. يبدأ ينقض كل الأدلة التي أتيت بها. قل له أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يقول لك في بمعنى الوعاء، الظرف، فإذا قلت في السماء يعني تحيط به السماء، وهذا نقص في حقه، هذا نقص في حق المولى سبحانه وتعالى. تقول له أين الله، قال للجارية أين الله، قالت في السماء، وش يقول لك؟ يقول لك في بمعنى الظرف، ثم سألها أين الله بالنسبة للآلهة الأخرى، يعني حادثة عين لا تعممها، ويرد لك كل الأدلة، والدليل تاعه لا يؤوله، دليل تاعه اللي جاب واحد فقط، يرد كل المحكم إلى هذا المتشابه، بينما كان عليه أن يؤول دليل واحد فقط، صح ولا لا؟ وتحمل بقية الأدلة الواضحة الظاهرة، تحمل على ماذا؟ تحمل على أصلها، يعني تبقى ولا تؤول ولا يفهم منها معنى غير موافق. فأهل الباطل يردون المحكم إلى المتشابه، وأهل الحق يردون يردون المتشابه إلى المحكم. لذلك نجد الروافض يجيب حديث ضعيف في إسناده، مثلا ما ذكر في أنساب الأشراف للبلاذري، يقال البولاذري بضم الباء، أن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، كان قد ترك أباه عمرو بن العاص في البيت
يتوضأ، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل الآن هو من أهل النار، أو يموت حين يموت على غير ملة الإسلام. فقال: فكنت كحابس البول، يعني عبد الله، خشية أن يخرج أبي، يدخل أبي الذي تركته يتوضأ وسيأتي إلى المسجد، فكنت كحابس البول في مكاني، فدخل معاوية. الحديث هذا ضعيف. قبله تسمعوا به عدنان إبراهيم في يعني أنساب الأشراف ولا البلاذري، هذا يذكر أحاديث في معاوية مطلقة، منها ما حكم عليه بأنه فقيه، ومنها ما حكم عليه بأنه من أهل الجنة، ومنها ما حكم عليه بأنه يعني يموت على غير ملة الإسلام. هاي 3 أحاديث يا أخي. هو وش يدير عدنان إبراهيم؟ قل بالسند الصحيح نحن نتحاكم إلى علم الجرح والتعديل. البلاذري مطعون فيه وهو متكلم فيه، لم يزكيه، لم يوثقه، معتبر من أهل السنة، لم يوثقه إلا يعني أحد المتشيعة فقط. أصل الكتاب راه فيه كلام، لكن هو نتحاكم إلى العلم الجرح والتعديل. الحديث الذي ذكره أنه يموت على غير ملة الإسلام فيه ليث بن أبي سليم، وفيه أن البلاذري متكلم فيه، وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وفيه عنعنة قتادة، والحديث غير ثابت، ضعيف. قبله حديث بالسند الصحيح ليس فيه إلا البلاذري الذي تكلموا فيه، لم يوثقه إلا من أهل الرفض، يجيب لهم ويقول لهم تحكم إلى الحديث الصحيح بالسند الثاني، والعياذ بالله. فيتهم معاوية انتصارا لعقيدة الروافض، ويترك الحديث الذي صح سنده، لم يثبت فيه شيء يدل على ضعفه إلا صاحب الكتاب فقط، وقال في إنه فقيه، وأصله في صحيح البخاري وصحيح مسلم. يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المحكم إلى المتشابه، دائما ينصرون الباطل الذي ظهر بطلانه، يكذبون. ولذلك أهل الحديث مجمعون على أن الرافضي لا تؤخذ له رواية ولا كرامة، كما قال الذهبي. الرافضي الذي هو رافضي 12 هو لا رواية له عند أهل الحديث ولا كرامة، يرد روايته، لأنهم جعلوا الكذب دين عندهم. الكذب عندهم تقية عندهم دين أيضا. لذلك نقول هؤلاء دائما يردون المحكم إلى المتشابه، عكس. تقدر تقول لي بعدما فيهم حتى واحد صادق يقول ما يلاحظ هذا مثل هذا الأمر، نقول يا إخوان، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. كي بطل ما يعتقد السوء في الصحابة، بعدها يأتيه نور الهداية. لكن ما دام على اعتقاد أن الصحابة فيهم النقص، فيهم كذا، كل يعني مهانة ينسبها إليهم، ما دام هو على هذا الاعتقاد يعميه الله تبارك وتعالى. عبد الله بن سلام الصحابي دخل الإسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قد علمت أنك حق، أنك رسول حق، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لكن لا تخبر يهود بأني قد أسلمت، لأنهم قوم بهت يا رسول الله، يبهتون. فإذا أردت إخبارهم عني، وهو كان سيد في اليهود، فإذا أردت إخبارهم عني فلا تخبرهم عن إسلامي حتى تسألهم عني، اسألهم علي أنا شكون، بعدها سلهم عني، يعني بعدها أخبرهم أني دخلت الإسلام. ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا يهود، يا بني يهود، تعرفون أني رسول الله،
وأن الله ابتعثني بالحق ما علمنا ذلك. أقبال في الوجه لا نعلم ذلك. قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ نعماه خلاص. وش يقولوا؟ قل هو عالمنا وابن أعلمنا ويعني خيرنا وابن أخيارنا. فقال أرأيتم إن أسلم؟ وش رأيكم لو كان يدخل للإسلام؟ انت الآن تقول في قلبك لماذا اليهودي لم ينتبه إلى أن عبد الله بن سلام قد يكون دخل الإسلام؟ صح ولا لا؟ هو لا، ما حاشا لله، ما كان ليسلم. عاودها النبي صلى الله عليه وسلم. مش مبين لكم أنه تعمى القلوب، يولي أعمى ما يشوفش. فقال ما كان، عاودها النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم إن أسلم؟ ما كان ليسلم، حاشا لله. أرأيتم إن أسلم؟ ثالثة، مفروض ينتبهوا، صح ولا لا؟ لكن ذنوبهم، إصرارهم على الكفر، ردهم للرسالة، ردهم للحق، أعمى بصيرتهم. هكذاك المبتدع اعتقاده البدعة بأنها دين، مع علمه أنها ليست بدين، وأن هذا الأمر مخالف لما قاله رسول الله، لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعمي بصيرته، يولي أعمى ما يشوفش، يولي يشوف الباطل حق والحق يراه باطلا. وهذا نحذر به أهل السنة. المعاصي يا إخوان، الإصرار على المعصية يعمي البصيرة، تولي ما تشوفش الحق منيح. ولذلك امتاز أهل العلم لما يعني كانوا من أهل الطاعة، تلقاه يجيب نص يستنبط منه، يقول لك فيه كذا وكذا وكذا، وانت تبات لي الكامل وانت تشوف فيه، تصوره ما كان والو، ما تقدرش، مع أنه عندك انت علوم الآلة، قريت مش ما قريتش، لكن لا تنظر بمنظار يعني يفصح ويكون ظاهر بين. لذلك أهل البدع هم على هذا. وش يقولوا اليهود لما قال لهم أرأيتم؟ قال حاشا ما كان ليسلم. قال اخرج عليهم يا عبد الله بن سلام. خرج عبد الله بن سلام. وش قال لهم؟ قال لهم أما علمتم يا يهود، أما علمتم أنه رسول الله، وأنه يعني ابتعثه الله عز وجل بالحق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال اليهود وش يقولوا قبالة؟ يبقوا على الباطل والعياذ بالله. وش يقولوا؟ قالوا بل هو شرنا. ثم داروا مشي نص من خيرنا إلى شرنا. بل هو شرنا وابن أشرنا وأجهلنا وابن أجهلنا. باطل. قال عبد الله ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت؟ ألم أخبرك هذا الأمر؟ هذا ما كاش كيفاه ضركه ويقول لك انت هو العالم. انا هذه نمثلها معليش حتى وخرجت على الموضوع شويه، امثلها بالمناهج الدعويه الان. الشيخ بن باز، انا يليق بي الشيخ بن باز عالم، هذا اخواني ويتكلم عليه. كان واحد اخواني يشهد لي يعني نسيت زرت واحد سلفي هو من طلبة الشيخ ناصر في دمشق. المهم زرته فوجدت اخواني، قلت له هذا سلفي كيفاش تزوروا انت اخواني وهذا سلفي؟ قال لي هذا السلفي الوحيد اللي نعترف به. لو كان يخالفكم في الفتوى ذوق تبدعوه. وهكذا يحدث، هذا ما يحدث. اهل الباطل دائما يعني الشيخ بن باز هو اعلم الناس، وانا يليق بي الورع تاعو، يليق بي الذكر، يليق بي كذا، يليق بي كذا. غير تقول له الشيخ بن باز ويقول لا ما يجوزش، هذه بدعه. يقول هكذا ولا؟ فيتراجع ويتقهقر ويطعن في الشيخ بن باز، يقول لك لا الحاشيه تاعو راه ملبسوا عليه، قباله يجيبها لك. وهذا ما يدندن به اهل الباطل. فالشاهد ان اهل يعني الرافضه على رأس اهل الباطل، على رأسهم الرافضه، يردون المحكم الى المتشابه، حتى وتجيب لهم يعني جزء تاع 200 صفحه تاع ادله كلها، هو يروح يجيب حديث واحد ويشد فيه، والحديث هذا تبين له انت عواره وانه ضعيف. اروح نقراو ترجمه ليث بن ابي سليم ابن زنيم، اروح نقراو الترجمه تاعو، قال فيه اهل الرفض. اصحابكم شوش قالوا؟ سيء الحفظ، في كذا في كذا. قال فيه اهل السنه مجمعون. لا لا لا، هذا هو الصحيح، اعمى والعياذ بالله. وهذا امر مهم جدا، انت تاخذ
كمعرفة منزلة معاوية في الدين، في دين الله عز وجل. كي تقرأ رد بالك تسمع شبهة أو يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية كذا أو كذا، لا، رد المتشابه إلى المحكم. هي عندنا أدلة كثيرة، أحاديث كثيرة في فضل معاوية، صح ولا لا؟ فنرد كل ما اعتبر نقيصة إلى هذا المحكم، إما بالحكم عليه بأنه غير ثابت، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وإما برده بتأويل حسن. زوج شروط: ما تقراش الشجار بين الصحابة حتى تكون سليم الاعتقاد وسليم المنهج. كي تعتقد عقيدة صحيحة في الصحابة بعدها اقرأ الشجار، لا تجد نفسك تميل إلى الطعن فيما حدث بين الصحابة. سلامة المعتقد وسلامة المنهج، هذا أمر مهم جدا. وإحنا ذرك صار كل فيلسوف، كل واحد يعني هو مدرس ولا هو ما عندوش، ما ليس يعني من أهل الشأن، وتجده يأخذ الكتاب يقول لك أنا منصف، أنا ما نقراش لهذا اللي ألف، لا، هذا راه مايل لتزكية الصحابة، أن نروح نقرأ للذين ذكروا التاريخ ونرجح ذرك قبال يطعن في الصحابة. حسن شحادة تسمعوا به، الذي قتل شر قتل، أسأل الله أن يعني يجازيه بما يستحق. هذا الرجل هذا هو في الأصل كان صوفي، ما كان الشيعي، لكنه خاض في قراءة تراجم يعني ما وقع بين الصحابة. فكمنصف هو رأى أن الأمر مع الرافضة، صح، الرافضة عندهم حق، ثم اعتنق دين الرافضة. بدعة تاعو تصوف هو الذي أعمى بصيرته، هو الذي جعله يميل إلى هذا الميل، لأنه مش كل واحد مفكر يعرف الحق. الحق لا يعرف إلا عند أهل السنة بالهداية، بتوفيق الله، لا يعلمه بمحض الذكاء. شيء أي واحد ذكي، علاش أنت أذكى من ابن حزم؟ ولا مستحيل. ابن حزم الأندلسي وابن عقيل الحنبلي، حتى يقول ابن عقيل الحنبلي يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه أذكى رجل في العالم لقوة ذكائه. كتاب الفنون 1000 فيه 800 مجلدة. منين 1000؟ من حفظه، يصد للزاوية، يبري الأقلام، يضع الأوراق ويبدأ يكتب في كل الفنون. ذكاء عظيم. ابن حزم يعني اكتسب هذا الأمر، رجل ذكي جدا لدرجة يعني لقوة عقله يعترف له أهل السنة بهذا الأمر. لكن في مسألة الصفات يقول الذهبي عجبت له، ظاهري في الأحكام وفي الصفات أول الصفات. في الأحكام البول وما تسامحش فيه، ما كاش كيفه. لما الحق للصفات واش دار؟ أول الصفات، قال غير ممكن أنه هذا هو المراد. إذن الذكاء ما هوش هو الحل يا إخوان. دعاء يسلم قلبك، خلوص القلب من البدع ومن الشرك ومن الإصرار على المعصية، هذا التحقيق الواجب. إذا حققته تصير ترى بنور الحق، تشوف تعرف الحق أين هو والباطل أين هو. هذه نصيحة لنفسي ولإخواني. انت شيخ الإسلام كان إذا أشكل عليه أمر وش يروح يدير؟ يخرج إلى الفلاة يذكر الله 100 تسبيحة، 100 تكبيرة، 100، ثم يسجد: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. يعني منيش تشوف منيح، فتجد نفسه قد اهتدت إلى الحق. لذلك يعني الأمر هذا ليس بمحض الذكاء، هو بمحض الهداية، توفيق من الله سبحانه وتعالى. وجدنا طلبة علم أقوياء، الحفظ، الفهم، الذكاء. كان واحد عند الشيخ مقبل يديها من السبت إلى الخميس، كل ما يقوله الشيخ مقبل يعيده حفظا أمام الشيخ مقبل.
حتى مرة عينوه هو يتكلم طاح، قال الشيخ اغلقوا المسجد، قاعد تروحوا تغتسلوا وتجوا وتكبوا عليه الماء، وصح هذا الامر حدث، فكب عليه الماء حتى استيقظ بالعشرة، يروحوا يغتسلوا ويجوا يلوحوا عليه حتى استيقظ الرجل، عين اصابته لقوة حفظه. كلش وش يقول الشيخ؟ اسبوع كامل يعاودوا. شوفوا ذا القوة في الحفظ وقوة في الذكاء. روح شوفوا ذركها او ينشد او قابض دير قرافطة او منشد. راح يحكي لي بعض الاخوة صار لا يحفظوا، يعني معظم القرآن لا يحفظوا، راح له كلش. ما هيش يعني توفيق بيد الله تبارك وتعالى، هذا امر يجب فهمه. لذلك ما تقولش انت كيف يردون المحكم الى المتشابه، ما لهم الا يرون؟ نقول اعمتهم البدعة، اعماهم سوء ظنهم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية. ثم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رد بالك، الذي يتبع المتشابه دائما جايب لنا يعني مخالف للعلماء، رد بالك، هذا الرجل هذا يعني حذر منه الله تبارك وتعالى، احذر منه، ابتعد عنه، لأنه هذا رجل سيهلكك. نعم. إذا من فضائل معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له عليه الصلاة والسلام. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. الحديث هذا لا إشكال فيه، صحيح سنده صحيح، حكم عليه أهل الحديث بالصحة. انت إذا رديت مثل هذا الحديث وتقول لا، سبحان الله، لم يهده ولم يهد به، تنفي ما قاله ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طعن في من هذا؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستجب دعاؤه وهو دعا له، والحديث صح بإسناد ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وكان أحد معاوية رضي الله عنه كان أحد من كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. معلش إذا قاموا الصلاة، نحن مسافرين، واللي مسافر واللي متم ننصحه أن يذهب للصلاة. مهم احنا نزيده شوية ونحبسه. إذا كان أحد من كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كتاب الوحي أيضا. وأيضا يعني في عهده فتحت قبرص، وقاتل المسلمون أهل القسطنطينية، وفتحوها أيضا، وهذا من فضائله دون أن نقرأ يعني الآثار والأحاديث. ثم شهادة ابن عباس له بالفقه، لما أخبر ابن عباس أنه صلى الوتر، صلى ركعة في الوتر، حديث في البخاري وفي غيرها، قال ابن عباس: دعه فإنه فقيه، وفي رواية: دعه فإنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن حجر في هذه الشهادة، يقول: هذه شهادة من حبر الأمة بفضله. حبر الأمة اللي هو ابن عباس شهد له بالفضل. ابن عباس في فتنة، يعني في الفتنة التي وقعت بين علي وبين معاوية، مع من كان معه علي بن أبي طالب، لكنه شهد بفضل معاوية، أيضا ثناء بن عمر رضي الله تعالى عنه على معاوية، يقول: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، يعني من السيادة. قيل: ولا عمر؟ قال: كان عمر خيرا منه، وكان هو أسود من عمر، يعني من حيث السيادة كان جعله أسود من عمر. والحديث رواه الخلال في السنة. أيضا حرصه على اتباع السنة
وكان يأمر الناس بالحديث وينهاهم عن مخالفته، ينهاهم عن مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن حجر: كان إذا أتى المدينة وأسمع من فقهائها شيئا يخالف السنة قال لأهل المدينة: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيته يفعل كذا، ويرد على من فعل يعني فعلا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول كما في البخاري: إنكم لتصلون صلاة لقد أصبحنا، يعني لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. وروى مسلم عن عمرو بن عطاء قال: إن نافع بن جبير أرسله إلى السائب يسأله عن شيء رآه من معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. هذا كله في فضله، وأنه يحث على السنة ويحذر من مخالفتها. من فضائله أن عمر بن الخطاب بملأ من الصحابة استخلفه وجعله خليفة على الشام، جعله واليا على الشام، وهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه. وأيضا من فضائله تسليم الحسن بن علي الخلافة إليه. الحسن بن علي لما كان أتباع علي بن أبي طالب معه بعد وفاة علي بن أبي طالب بعد أن قتلته الخوارج، سلمت الخلافة لمن؟ للحسين، لكن الحسين سلمها لمعاوية. هذه منقبة لمعاوية ولا لا؟ منقبة لمعاوية يعتبرها أهل السنة. حلمه وسؤدده عندما ولي معاوية الشام كانت سياسته مع رعيته من أفضل السياسات، وكانت رعيته تحبه ويحبهم. يقول قبيصة بن جابر: ما رأيت أحدا أعظم حلما ولا أكثر سؤددا ولا أبعد أنات ولا ألين مخرجا ولا أرحب باعا بالمعروف من معاوية. وأيضا من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه الكتاب والحساب ويقيه العذاب، وهو من دهاة العرب، كان داهيا، كان ذكيا رضي الله تعالى عنه، كما في رواه أحمد وصح الشيخ الألباني. من فضائله أنه كان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحة عن العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب ادع لي معاوية، وكان كاتبه، كان يكتب له الوحي. وعموما نقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة فيه، يقول شيخ الإسلام: إن معاوية رضي الله عنه ثبت بالتواتر أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر غيره، وجاهد معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمينا عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له الوحي، وما اتهمه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي، وولاه عمر بن الخطاب الذي كان أخبر الناس بالرجال، وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه. يعني عمر بن الخطاب في أحاديث كثيرة ضرب الله عز وجل الحق على لسانه وعلى قلبه، حتى قال مرة لما اختار قال: افصل بين الفريضة والنافلة، كما في رواية قال: أحسن ابن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمر قال: أحسن ابن الخطاب. هذا الرجل الموفق هو الذي اختاره يعني خليفة للمسلمين، ولم يتهمه في ولايته. وهذه كلها فضائل لمعاوية بواسطتها يعني جعله أهل السنة والجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طعن فيه وتكلم فيه قلنا له ما قيل في أهل البدع: أعطني زيديا صغيرا أعطيك رافضيا كبيرا. والكلام يطول، ويعني هذه بعض الفضائل تجعل معاوية منزلته منزلة قويمة في دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا، أن يغرس في قلوبنا حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصيتي لإخواني: استفيدوا من المشايخ الكرام الذين سيأتوكم بعد المغرب، ويجيكم الشيخ الفاضل يعني الشيخ عبد الخالق ماضي، فاستفيدوا منه. وأما الأسئلة فلا نجيب مع وجوده لأمرين: الأول أنا في حي يوجد فيه الشيخ فركوس، ما يحق لنا أن نتجرأ. ثم الأمر الثاني وجود المشايخ، كل يوم رم يجوكم مشايخ نعتبرهم يعني أعلم منا، فاسألوهم فهم الذين سيجيبون عن الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك في علمه وعمله، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب. وقبل أن نختم كما جرت به العادة، أنبه الإخوة الفضلاء إلى ضوابط ينبغي مراعاتها في هذه الدورة، وذلك حرصا على أن تسير هذه الدورة سيرا حسنا وأن تستمر إلى آخر أيامها. فنرجو من إخواننا يعني عند دخولهم وخروجهم، سواء عند بوابة الإقامة أو في الحي، أن يلتزموا بالهدوء والوقار وحسن التعامل يعني مع أعوان الأمن بالكلمة الطيبة وبالرفق، وأن يجتنبوا ما استطاعوا التجمع سواء في باب الإقامة أو في داخل الإقامة، وذلك حتى لا نشوش على غيرنا. ومن ذلك ليس لهم يعني في مرافق الإقامة إلا المصلى وهذه القاعة، فلتفهموا. بارك الله فيكم ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استجيبوا يا إخواني هذه النصائح، استجيبوا رب الجزم حتى تستمر الدورة. ربي